السلام عليكم. بهالفيديو هذا راح اسوي مراجعة شاملة حق دمية تيفاني اللي شفناها اول مرة مع تشاكي كانت في سيد اوف تشاكي. قبل لا ابلش المراجعة حبيت اشكر اكاونت جيم اوفر كويت وباي هازارد كويت على توفير الدمية، وهذه اكاونتاتهم في الانستغرام حق اللي حاب يتواصل معاهم ويطلب الدمية. الحين خلونا نبلش المراجعة. بالبداية خلونا نشوف البوكس الخارجي من برا. مثل ما احنا شايفين شكله وايد قوي وايد فخم، عبارة عن لونين اللي هما الأسود والأحمر. وأول شيء أو أكبر شيء راح تشوفونه بالبوكس اللي هو العنوان اللي هو سيد اوف تشاكي، مع الجملة اللي مكتوبة تحت. المقصود فيها أن حجم الدمية اللي تشترونها راح تكون مطابقة 100% لحجم الدمية اللي طلعت بالفيلم. ومن الحركات الحلوة اللي حاطينها على البوكس الخارجي اللي هي التشقق أو التأثير كأن البوكس مشقوق ومخيطينه وكذي، مع الجملة هذه اللي هي 17 سنة وفوق. حق شنو ما أدري. على طرف البوكس عندنا العنوان وعندنا صورة حق تيفاني، ومعاهم تحت حاطين شعار الشركة المصنعة للدمية هذه اللي هي تريك اور تريت ستوديوز. على ظهر البوكس عندنا حاطين طبعات ريول تشاكي، بس مسوينها طريقة كأنه ماشي على دم، أو كأنه خطوات ريوله مبقعة بالدم. فوقهم طبعا ثاني أكبر شيء بالبوكس اللي هو رسمة حق تيفاني وهي ماسكة السكين. وأقوى جملة طبعا راح تشوفونها على البوكس اللي هي contains 1 kilo doll. هذا طبعا شكل الدمية وهي برا البوكس. مثل ما انتم شايفين لابسة النفنوف الأبيض اللي قاعد تطلع فيه بأكثر من جزء أصلا يعني. ندخل على موضوع الملابس والنكشة اللي موجودة عليهم أو الخياطة الموجودة عليهم. طبعا الشكل بشكل عام للملابس مطابق أكثر من 90% للملابس الأصلية اللي استخدموها بالفيلم. الشيء اللي لفت انتباهي ان تحت النفنوف مو ملبسينها شيء، لا ملبسينها بنطلون ابيض نفس الفيلم ولا ملبسينها الاسود اللي كانت تطلع فيه بمقاطع بالفيلم. بالنسبة حق شكل الايد والاظافر مضبوطين وممتازين، حتى شكل الاظافر صايرين مبوزين من فوق ومبين ان ايد واحدة مو ناوية على خير اصلا يعني. بالنسبة للوي وتفاصيله طبعا كل شيء جبار، لكن سالفة انه تشبه اللي بالفيلم او انه ما تشبه اللي بالفيلم طبعا اكيد في اختلاف، بس مو اختلاف وايد، بحكم ان اللي بالفيلم كانوا مستخدمين اكثر من دمية. واحدة كانت بلاستيك ثابتة، واحدة كانت فيها وايرات، واحدة كانت تتحرك كمبيوتر، وواحدة فالاشكال كانت تختلف. بالنسبة حق الدمية الموجودة قدامكم كتفاصيل ممتازة، يعني تيفاني اللي يشوفها يقول تيفاني على طول تمام. الوي ما في عيوب، حتى مثل ما انتم شايفين الرموش اللي فوق ترى حاطين لها رموش يعني، بس اللي تحت تلوين. بالنسبة للشعر طبعا الشعر هو باروكة مثل الجود جاي، يعني مو طاقينه داخل الراس، باروكة كاملة ملزوقة فوق الراس، لكن ككواليتي وايد اقوى من الشعر اللي كانوا مركبينه حق تشاكي او حق الجود جايز. بالنسبة للاشياء اللي حاطينها مو ناسينها، الربطة اللي على الرقبة طبعا شكلها 100% مطابق للفيلم يعني. ومن الاشياء اللي تتميز فيها دمية تيفاني او شخصية تيفاني هو التاتو الموجود على جسمها ومكتوب عليه تشاكي، موجود مثل ما انتم شايفين على اللعبة. واحد من الاشياء اللي ما حبيتها واستغربت منها اللي هو البوت اللي لابسته هي. استغربت انه شكله اوفر شكل اللعبة. ادري انها هي لعبة، بس قصدي ان الجوتي مفروض ما يكون شكله كذي، وحتى ما في خيوط او حتى ما في مجال انك تركب خيط عشان يصير الشكل واقعي اكثر يعني. وبكذي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تكلمت عن كل شيء يخص الدمية، شكل البوكس من برا، شكل الدمية، الملابس، الشعر، الوي، الايد، حتى الجوتي تكلمت عليه. اتمنى ان الفيديو عجبكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك.